السلام عليكم أحبائي المشاهدين. النهاردة جايين بوصفة جميلة جدا، حلوة مش حادقة زي ما انتم متعودين مني، ولا فرن ولا. بصوا بمنتهى البساطة، تعالوا نشوف كده المقادير على السريع. وصفة كده في السريع، ايه مش هتاخد مننا وقت. معانا كوباية وربع من اللبن، ومعانا ذرة ملح كده، رشة ملح بسيطة، ومعانا كمان معلقة ونص سكر، ومعانا كوباية من الدقيق بس ومعانا كمان نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنحط بصي يعني ربع معلقة مش نص معلقة، بسيطة كده، وهنقلبها وهنبتدي ننزل بيهم ونقلبهم كويس جدا. لو انتي ممكن تستخدمي الخلاط في المرحلة دي مفيش مشكلة، استخدميه. هنقلب كده المكونات بمنتهى البساطة زي ما انتوا شايفين. ولا أول مرة تشوفوني، معاكم حبيبة بنوفر مع مطبخ حبيبة السهل والبسيط والوفير. معانا بأمر الله لازم القوام يكون سايل جدا. أه؟ يعني أسيل من ده بشوية كمان، أخف من كده بشوية كمان. وهنروح بقى على الطاسة الحلوة بتاعتنا، وتعالي نعمل الوصفة السهلة اللي مفيش أسهل من كده، وهتعملها لولادك بمنتهى البساطة بصراحة. جميلة قوي قوي قوي. هي اسمها يعني لها اسامي كتير. الشعرية الحلوة، كريب السايل، يعني حاجات كتيرة قوي. تعالى اوريكي وانت احكمي وسميها زي ما انت عايزة. هنا انا دهنت دهنة بسيطة، وهبتدي احط مقدار كده على قد المقلاية بتاعتي او الطاسة بتاعتي. تمام، ما تنسنيش في لايك وشير وتعليق وقول لكل اصحابك. واتمنى اعرف انت بتشوفيني من انهي بلد. واحبائنا الجزائريين والعراق واي بلد عربية تانية، اهلا وسهلا بيهم في قناتي. متشكرة جدا ان انتوا بتشوفوني، اخواتنا المصريين واخواتنا العرب، وشكرا للمشاهدة. شايفين ما شاء الله اهو. هبتدي انا بديله اللون شوية عشان عايزاه يبقى ناشف، مش عايزاه يبقى طري. بصي يعني في كذا لون انت حباه، بس انا عايزة اديله اللون ده عشان يبقى يعني ناشف شوية، مش عايزاه يبقى طري خالص زي العجين يعني. وهبتدي اهو اقلب واحدة واحدة. بص معاك، على فكرة العجينة دي ممتازة وتنفع لحاجات تانية كتير. على فكرة ممكن تنفع لعيش سايل كمان. هي مش عجينة كريب بس لا، ممكن تنفع لعجاين تانية، وتنفع للعيش، وتنفع لحاجات حلوة قوي. يعني مش هيبقى كريب بس. وهوريكي الوقت برضو لقطة، ما حبيتش ان انا اقطعها. هوريكي لقطة من واحدة من اللي انا بعملهم دول. بصي بسم الله ما شاء الله بتقبي ازاي. يعني بصي، وعايزه اوريكي ان هي طريه جدا، انا عماله اخبط عليها عشان اوريكي هي طريه ازاي. طريه جدا، هو نفخ مني ما شاء الله عليه. العجينه ممتازه معاكي، وبصي رائعه رائعه رائعه. سهله وبسيطه، مفيش اسهل من الوصفه دي. هتعمليها كده في ثواني وعلى السريع. لو اولادك جعانين ومحتاجين حاجه مسكره كده تعمليها. بصي هنبتدي اوريك كذا تقطيع. قطعت هنا بالسكينه، دي طريقه، والطريقه التانية لفيته وهقطع بالمقص. عندك كذا طريقة. تمام. هبتدي كده اقطع شرايط رفيعة، وهبتدي اخد الشرايط دي وهفردها. هفرد الشرايط دي كلها كده زي ما حضراتكم شايفين. بيتهيألي مفيش وصفة اسهل من كده. خلصت كده الشرايط كلها، وهوريكي برضو تقطيعة تانية، يعني كل التقطيعات هوريكي السهل والبسيط. جبت قطعة من دي وهبتدي اقطعها كده بقطعة البيتزا كده بس خلاص. ادي دي طريقة تالتة بسيطة لو انت مش عايزة كل شوية تفردي. وهتطلعي الشريطة زي ما هي، وتقطعي طبعا التقطيع على حسب مزاجك انت، اذا كانت كبيرة اذا كانت رفيعة، على حسب ما انت عايزة. اي صوص هتسقيها، اي فاكهة هتعمليها، ده حسب مزاجك انت. اولادك بيحبوا الفاكهة اعمليها، اولادك بيحبوا الصوصات اعمليها. انا كان عندي صوص شوكولاتة ونوتيلا، حطيت عليها صوص شوكولاتة ونوتيلا بصراحة اللي كان متاح. بس بصراحة الوصفة تستاهل التجربة، جربيها وقولي لي هتعجبك ولا لا. جميلة جميلة جميلة. جبت كده صوص الشوكولاتة، ورحت انا منزله عليها بمنتهى البساطة كده، وهجيب شوية نوتيلا كمان، ويبقى كده الوصفة معايا ممتازة. بجد والله الوصفة دي سهلة جدا، ويعني مش مكلفة، وبسيطة وسهلة، وهتنجزك في اي وقت. اولادك عايزين حاجة حلوة. بصي شكلها بصراحة رائع، وطعمها بصراحة جميل جدا، وكمان يعني مغذية، يعني فيها لبن وفيها كل حاجة. وعايزة تحط بيض مع الكريب تمام، بس انا يعني حبيت اعمله بمنتهى البساطة يعني.
ويا رب أكون عجبتك، ويا رب أكون عند حسن ظنكم أعزائي المشاهدين كلكم، واترككم في رعاية الله وأمنه وفي حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.